السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيف منيرة. اليوم باش نوريكم طريقتي بتحضير زيتون البساسي، والزيتون يطلعلكم بنين برشا ومش مالح، حتى مثل اللي عنده الدم ولا حاجة يساعده ما يضرش فيه الملح. بالله العظيم يتاكل حتى من غير خبز بالبنة اللي فيه. وجربوا كي من هكا وقولوا لي ورحموا على والديا. ونبداو. تو أول حاجة ناخذ الزيتون بعد ما غسلناه ميتين ثلاثة ونقطروه. ناخذ معونة منقبة نحطه تحت الصحفة باش يهبط فيها الماء اللي يخرج من الزيتون، ونبداو نعبيو المعونة متاعنا بالزيتون ما بين الطبقة والطبقة، ونرشوا عليها شوية ملح أحرش، ونكملوا بنفس الطريقة حتى ونكملوا الكمية اللي عنا. وفي الاخر بكل نرشوا عليها شوية ملح كمان هكا، ونغطيوها بغطاء القطر متاعها أصغر من المعونة اللي عبينا فيها الزيتون، باش كي نثقلوها بحاجة ينزل على الزيتون ويخرج كل الماء متاعو. معنا زيتون خشين كمان هكا، ناخذوا كيردون كل كعبة زيتون نقبوها بزوز نقبات، وتو على الكيلو زيتون نحط مغرفة كبيرة ملح أحرش، خلطوه كمان هكا كل مع بعضه ونحطوه يقطر في صفائي ولا كسكاس اللي عندك. وتو من غدوة نمشيو نتفقدوا الزيتون متاعنا، شوف كيفاش رخ، وشوف كمية الماء اللي تحت منه نهار برك. تو نصبوه في معونة أخرى كبيرة، تو نخلطوه كل مع بعضه هكا في الشقالة ونرجعوه يقطر. ورحنا عملنا الطريقة هذه بعد بنهار باش الزيتون الكل يقطر بالباهي كيف كيف. وتو بعد 3 أيام ملي ملحنا الزيتون، شوف ما شاء الله الزيتون كيفاش رخ بالباهي وزاد هبط الماء متاعو. وتو نصبوا الزيتون متاعنا في ماء بحرارة الغرفة، نشلوه بالباهي من الملح متاعو ونرجعوه للقطار. ومن بعد نصبوه الكل في شقالة كبيرة، ومن بعد نصبوا عليه ماء سخون يغلي حتى وين يغم الزيتون، نخليه مدة دقيقتين من زمان، ومن بعد نحركوه نرجعوه يقطر. تو كي نلقاو الزيتون متاعنا قطر من الماء متاعو وشاح، نفرشوه ونحلوه بالباهي كعبة كعبة كيما هكا على يزار مقطن باش تشرب الماء اللي قعد فيه. ومن الليل لليل نغطيه بالتيلو، نخاف تتعداش عليك حجرة ولا حاجة. الصباح النحي راني خليت الزيتون يشيح في عقله في الظل مدة تقريبا بجمعة ولا 10 أيام، على خاطر ما شاء الله الزيتون فيه ثمرة، هكا علاش خليت له الوقت باش يشيح. وشوف ما شاء الله الزيتون متاعنا كيفاش كمش بالباهي ولا كي قعبت التازلة. تو ناخذوا حفنة هكا زيت في دينا ونخلطوه كل مع بعضه. تو بعد ما خلطناه شوف ما شاء الله كيفاش كعبة الزيتون ولات وفيه اللمعة. نعبي الزيتون تاعنا في صحاف والا في ساشيات غذائية، ومن المستحسن نخبيوه في الفريجو. والكمية اللي حشتنا بها من اللول نحطوه في جدار اللوطة، نمدو بشوية بشوية ويقعد العام على العام. صدقني نتاع مناول تو مازال، وكما حطيته من اللول كما نلقاه. وعودت نفس الطريقة مع الزيتون الخشين اللي نقبته بالكردون. شو ما شاء الله كيفاش طلع. وجربوا كي من هكا وقولوا لي ورحموا على والديا، وان شاء الله كل عام حيين بخير.